اكتر مشكله بتواجه اي حد من مربين الكلاب هي مشكله التواليت او مشكله النظافه. ناس كتيره جدا نفسها انها تقتني كلب او تشتري كلب، ولكن مشكله النظافه مخوفاها بشكل كبير جدا. مشكله التواليت، هيعمل تواليت على السجاجيد، هيعمل تواليت على العفش، طب انا هعمل ايه؟ طب انا هغير الفكره. وناس كتيره خدت فعليا القرار انها تشتري كلب وفعلا جابت الكلب للبيت، ولكن بعد فتره وجيزه جدا قرر ان هو يستغنى عن الكلب عشان ما قدرش ان هو يدرب الكلب على البوتي تريننج. في 6 نقاط بنعملهم للأسف غلط، والكلب ملوش أي ذنب غير إن إحنا بنحاول ندربه بالأسلوب الغير صحيح. وفي نقاط للأسف مش بنركز عليها، مع إنها نقاط سهلة جدا لو استمرينا عليها الكلب هيتعلم التواليت بمنتهى السهولة. أنا أحمد باهر ودي قناتكم دوجز ايجيبت، تابعوني بعد الفاصل. زي ما اتكلمنا قبل الفاصل، مشكلة التويلت عاملة مشكلة كبيرة جدا، وناس كتيرة حاولت انها تعدل سلوك الكلب او تخليه يعمل تويلت في مكان محدد، ولكن بعد اسبوعين بعد 3 اسابيع يأست وقالت انا مش عايزة الكلب ده تاني عندي في البيت. المشكلة على فكرة هي مش في الكلب، هي المشكلة فينا احنا. تعالوا ندي مثل كده بالبيبي الصغير، بالطفل الصغير لما بيتولد. الطفل تقريبا بيتعود او بيتعلم امتى يروح للتويلت ويعمل تويلت لوحده. هنقول بعد شهر؟ لا. بعد شهرين؟ لا. بعد سنة او بعد اكتر؟ بعد سنة او بعد اكتر. الولد او الطفل الصغير بيفضل لابس البامبرز عشان مش بيقدر يتحكم في نفسه، ولو سبته من غير البامبرز هيعمل تواليت والتواليت هينزل على الارض وهيعمل مشكلة كبيرة جدا. ايه ده؟ يعني الانسان بياخد فترة طويلة جدا، سنة وممكن اكتر، عشان يتعلم موضوع التواليت او موضوع البوتي تريننج، والحيوان بعد اسبوعين هزهق واقول اصل هو غبي ما هو ما بيتعلمش؟ لا، هي المشكله كده مش فينا، لا المشكله في الكلب، لا هي المشكله فينا احنا، ان احنا ما عندناش صبر، ما عندناش طولة بال. 6 حاجات احنا بنعملهم غلط تماما وبيخلوا النتيجه بتكون عكسيه في موضوع تعليم الكلب التواليت. اول حاجه ان احنا بنحبس الكلب في مكانه ونقول له يلا يا باشا ايه، اعمل تواليت. يعني حد جاب كلب في البيت فهو عايزه يعمل تواليت مثلا في الحمام الصغير، فبيعمل ايه؟ بعد ما بياكل الكلب يشيل الكلب ويحطه جوه الحمام ويقفل الترباس عليه او يقفل الباب عليه. فالكلب دلوقتي ما بقاش همه اي حاجه غير ان هو يخرج بره الحمام، فبالتالي حتى لو هو عايز يعمل تواليت هو الفكره من دماغه راحت خالص، لانه هو حاسس ان حصلت حاله غدر وان هو اتحبس وهو عايز يخرج. تخيل لو انت عايز تعمل تواليت ومزنوق جدا، معلش انا اسف طبعا ولكن لا حياء في العلم يعني. تخيل انت عايز تعمل تواليت ومزنوق قوي قوي قوي، واحد راح مكتفك وراح رميك جوه الحمام وقافل عليك بالترباس وانت مش عارف ايه اللي بيحصل. هل هتقعد تعمل تواليت؟ لا، هتبقى عمال تخبط على الباب عشان تخرج، وفكرك كله هيروح ناحية ان انت تسرفايف او ان انت تنجو من الحبس. نفس الموضوع بالنسبة للكلب، بينسى فكرة التواليت ويبتدي يفكر على فكرة الخروج. فموضوع ان انت بتقفل على الكلب او تحطه في مكان وتقفل عليه على امل ان هو يعمل تواليت، لا، فطبعا بعد شوية بتيجي تفتح بتلاقيه ما عملش حاجة ويطلع يعمل على السجادة. النقطة التانية الغلط وهي ان احنا بنضرب الكلب. ضرب الكلب ده اكبر غلط. الكلب على فكرة ما بيتضرب، هو مش بيربط ان انت بتضربه عشان عمل تواليت، هو مش فاهم الحدث. طالما عدى عليه فترة حتى لو ثواني بسيطة، اي اكشن او اي رياكشن انت هتعمله مع الكلب هو خلاص هو مش فاهم ان الرياكشن ده نتيجة الخطأ اللي هو عمله. يعني لو عمل تواليت وانت جيت لقيت التواليت على الارض رحت ماسك الكلب ضربه، هو مش فاهم. فنمنع تماما موضوع الضرب. النقطة اللي بعد كده، لو انت هتاخد الكلب تمشيه في مكان، حاول ان انت بعد ما الكلب يعمل تواليت ما ترجعوش للبيت على طول. لان اللي بيحصل ايه، ان انت بتنزل تمشي الكلب او توديه مكان معين، الكلب بيفهم ان هو اول ما هيعمل تواليت خلاص انت كده هو يعني مهمة صاحبه معاه انتهت، فهياخد الكلب يرجعه البيت. فبالتالي الكلب بيعند بينزل الشارع او المكان اللي انت هتخليه يعمل فيه تواليت، وما بيعملش تواليت عشان هو عارف ان هو لو عمل تواليت هيرجع البيت، فما بيعملش تواليت ويفضل ماسك نفسه لغايه ما يرجع البيت ويعمل تواليت في البيت. النقطه اللي بعد كده، الواحد وهو بيعمل تواليت يعني محتاج ان هو يبقى رايق ومبسوط، فما ينفعش ان انت تقعد تشد الليش او تشد السلسله. حاول دايما ان انت ترخي الليش وانت بتمشي الكلب او الجرو بتاعك عشان يعمل تواليت. طبعا احنا بننظف ولكن بننظف بكلور. الكلور
اما بنيجي ننظف بيه للاسف ريحه اليورين وريحه التويلت بتركز اكتر في الارض. الكلور مش لتنظيف التويلت سواء يورين او ستول، الكلور لقتل الفيروسات. لو المكان مش نظيف انا عايز انظف اوكي مفيش مشكله، انما ان انت تمسح مكان التويلت سواء ستول او يورين بالكلور بيزيد الطين بله زي ما بيقولوا، والكلب بيقعد يشمشم وخلاص دي بقت بالنسبه له هو ده مكان التويلت، هو ده الحمام الكبير بتاعي. فدايما التنظيف يكون بميه وبعد كده بننظف بخل ابيض. النقطه اللي بعد كده يعني اغلب البابيس الصغيره لما بيجي يعمل تويلت فانت بتجري ومش شايل التويلت، فاما بتشيل التويلت قدام الكلب اللي بيحصل ايه؟ ان هو بيفهم ان انت اديته كير، اديته اهتمام، اديته يعني من وقتك، فبالتالي بيربط ان هو يعمل تويلت عشان انت تيجي تنضف له، فيحس بالساتسفاكشن والرضا ان انت راضي عنه وان انت بتشيل مكانه والكلام ده كله. يبقى احنا كده اول حاجه ما نحبسش الكلب، النقطه الثانيه ما نضربوش، النقطه الثالثه ان احنا لو عمل تويلت في مكان بره البيت ما نرجعوش على البيت على طول، النقطه الرابعه ما نشدش الليش عشان محتاج يبقى رايق ومبسوط، النقطه اللي بعد كده مش بننظف بكلور بننظف بخل وميه، والنقطه السادسه والمهمه ان احنا ما نشيلش التويلت قدام الكلب، نستنى بعد ما يعمل تويلت لو حتى عمل على سجاده او على اي مكان انت مش عايزه فيه سيبه يعمل تويلت براحته، بعد شويه اما يتلهي في اي حاجه شيل التويلت ووديه ارميه في التراش. طيب دي الحاجات اللي احنا بنعملها غلط فعليا وبالتالي بتعمل سايد افكت ونتيجه عكسيه. ايه الحاجات اللي انا محتاج ان انا اعملها عشان اعود الكلب على التواليت في مكان محدد؟ اول حاجه اما بتجيب كلب صغير بابي لازم تجيب كيج، تجيب كريت، تجيب قفص. مهم جدا القفص، اوعى ما تجيبش قفص في البيت. ليه بقول لك كده؟ لان عدم وجود قفص بيسيب الكلب حر طليق في البيت، فبالتالي بيعمل تواليت في اي مكان، فبالتالي بتبقى مشكله كبيره جدا. فلازم تجيب كريت عشان تحدد مكان اقامه الجرو او الكلب بتاعك. كمان ان الكريت او القفص الكلب ما بيحبش يعمل تواليت في مكان اقامته في مكان نومه، فهيفضل ماسك نفسه لغايه ما خلاص يتزنق، وانت هتفتح له الكريت في وقت الفسحه بتاعته هتوديه لمكان اللي انت عايزه يعمل فيه تواليت. واما توديه للمكان ده ما تحبسوش، اقف معاه حسسه بالامان، سواء بقى هتنزله جنينه هتدخله يعمل في التواليت عندك في براحتك خالص مفيش اي مشكله. فلازم ان انت تجيب كريت هينفعك جدا. احنا مش بنقول هنحبس الكلب، ولكن بنقول ان هو هيبقى تول لتحديد اقامه الكلب في الفتره الاولانيه لغايه ما يتعود ان هو يعمل تواليت في مكان محدد. النقطة الثانية والمهمة في تعليم الكلب التواليت ان الكلب بيعمل تواليت بعد الاكل او بعد النوم، يعني بعد الوجبة ب10 دقائق 15 دقيقة حاول توديه اوتوماتيك، حتى لو هو ما ابداش اي يعني علامة، لا حاول توديه اوتوماتيك ان هو يروح يعمل تواليت في المكان اللي انت حددته في البيت. يبقى تحديد مكان واحد دي مهمة جدا، لازم تحدد مكان واحد للتواليت، سواء هتعمله في اوضة هتعمله في حمام هتعمله في جنينة، اوعى تغير اماكن التواليت. النقطة الثانية لازم تجيب كيج. النقطة الثالثة بعد الأكل وبعد النوم بنشيل الكلب ونوديه للمكان بتاع التواليت. اوعى تحبس الكلب، اوعى تستخدم الأساليب الستة الخطأ اللي أنا حكيت لك عليهم في أول الفيديو. حاول تطول بالك لأن احنا في الأول وفي الآخر بنتعامل مع حيوان، يعني نسبة الفهم حتى لو هو من السلالات الذكية بتاخد وقت ومجهود. إذا كان البني آدم أو الطفل الصغير بيعمل التواليت من بعد ما بيتولد في مكان مظبوط بعد سنة تقريبا، فانت عايز الحيوان يتعلم بعد اسبوع، فطول بالك عليه عشان تستمتع بحياتك مع حيوانك الاليف وصديقك الوفي. كان معاكم احمد باهر. لو مش عامل لايك للقناه اعمل لايك. لو الفيديو ده عجبك او استفدت منه اي حاجه او عرفت ان ال6 حاجات دول غلط ما كنتش عارف ان هم غلط اعمل لايك للفيديو، او لو من الفيديو مش عاجبك اعمل ديسلايك. ونقطه تانية مهمه، فعل زر الجرس، يعني اشترك في القناه وفعل الجرس عشان اما ينزل فيديو جديد يجي لك نوتيفيكيشن. ممكن الفيديو يكون مفيد ليك بأي شكل أو بآخر. شكرا لكم، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.